التاريخية اللي كل أسبوع بنقدمها اليوم تحت عنوان المزارعون العرب. هنتقدم محور أساسي في حياتنا وهو الزراعة في الوطن العربي. طبعا الوطن العربي مليء بالأودية الخصبة مثل وادي نهر النيل ودجلة والفرات في العراق والأماكن الزراعية المختلفة في وطننا العربي مع فريق المزارعين العرب ومحور هام في حياتنا هيكلمونا عن الزراعة. اتفضل يا إبراهيم. الزراعة القديمة سجل المصريون قدماء الشاطئ فيها الزراعة على جدران المعابد والمقابر، ما يدل على أهمية الزراعة في حياتهم الاقتصادية. تمام يا جماعة، دي الزراعة قديما من أيام الفراعنة. نتقدم إلى محور آخر، المقاومات الطبيعية والبشرية للزراعة. اتفضل يا فندم. المقاومات الطبيعية للزراعة تنوع المناخ، المياه عذبة، تربة خصبة. المقاومات البشرية للزراعة رأس مال، وسائل نقل المواصلات والسوق والأيدي العاملة المدربة. تمام يا جماعة، دي المقاومات وبإذن الله متوفرة في وطننا العربي. ننتقل إلى محور آخر. اتفضل. بعض الدول العربية لحل مشكلة الزراعة: 1. تحليل مياه البحر. 2. شغل الأراضي الصحراوية. 3. معاناة مياه الصرف الصحي. 4. بناء سدود والقناة. 5. استخدام أساليب ري حديثة مثل ري للرش وري للتنقيط. استخدام الجذور المقاومة للتغيرات المناخية. تمام يا جماعة، دي المقاومات أو جهود مصر والوطن العربي في زراعة أفضل. ننتقل إلى محور آخر. تعالى يا خالد. المشكلات الطبيعية. المشكلات الطبيعية: قلة الأمطار، ندرة المياه، العذبة، التغيرات المناخية. تمام، دي التغيرات المناخية يا جماعة بتدمر المحاصيل الزراعية، وطبعا الدول العربية بتقدم حلول لها. نتفضل على المشكلات البشرية بقى. المشكلات البشرية: نقص العمالة المدربة، التلوث والسحب العمراني، ضعف الاستثمار الزراعي. تمام يا جماعة، الزراعة مجال أساسي في حياتنا، بس للأسف قلة العمالة الشغالة في الزراعة هي دي مشكلة أساسية. نتنقل على مشروع هام في الوطن العربي. اتفضل يا أستاذ. مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة جزء من مشروع الدلتا الجديدة، ويهدف المشروع إلى استصلاح أكثر من 1,000,000 فدان باستخدام طرق ري حديثة ومصادر طاقة نظيفة، وأهميته يساعد في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب. نفتخر بهذا المشروع يا جماعه اللي هو بيتم دلوقتي ولسه مستقبلا، اللي هو الدلتا الجديده في حياتنا. ننتقل الى محور اخير معانا. اتفضل يا امين الزراعه. تمام الزراعة توفير غذاء للإنسان وعلف للحيوان، توفير فرص عمل وتوفير مواد خام للصناعة، وتكون مصدر دخل قومي لبعض الدول العربية. تمام يا جماعه، من هذا المنطلق عرفنا اهميه محور اساسي في حياتنا وهو الزراعه في الوطن العربي. وشكرا لحضراتكم. الى فقرات تاريخيه اخرى.